يا اهلا بيكم في قناه طبخه وفكره. لو بوتاجازك وصل للمرحله دي ما تشيليش في نفسك خالص، ان شاء الله هنقولك على مكون وطريقه سحريه باقل المجهود هتطلعي كل الحروقه دي وانتي قاعده مكانك كده. ان شاء الله باذن الله هيطلع معاكي سهل وبسيط. تابعيني بس للاخر. بس لو اول مره تشوفيني، انا اسمي فاطمه، اتمنى تدعميني باللايك والشير وتشتركي في القناه. تمام. لو البوتاجاز وصل معاكي الحروق للمستوى ده، ان شاء الله باذن الله هقولك على تكلفه بسيطه وباقل المجهود. دلوقتي هنبدأ نشيل الحوامل البوتاجاز زي ما انت شايفة، ونبدأ بحتة سلكة ناشفة نشيل بواقي الأكل والحروق على قد ما أقدر. يعني على قد ما اقدر انضف البوتاجاز. ليه بقى؟ عشان بيسهل عليا العمليه. يعني بتنضفيه بحته سلكه ناشفه كده، تشيلي كل البواقي، وبعدين بتبداي تولعي العيون وتسيبيها شويه لحد ما تولى، وتروحي عند اللي بتاع الصابون تجيبي مذيب للدهون سايب. السايب اللي عدول ب5 جنيه، مذيب دهون سايب. بتولعي العيون وبتضيفي كده، ما تقلقيش مش هيحصل حاجه. بعد ما توصل تسخن جامد، اهم حاجه العيون تسخن جامد، بتشيليها في طبق كده على جنب، تكون العيون سخنت بس جامد خالص، هقول لك ليه. وتسيبي ماده الدهون كده عليه، تمسكي على فوطه، شايفه الدخان بيكون سخن جامد، وبحته سلك كده وحبه صابون، وبتدعكي الدهون والسواد بيطلع معاكي في منتهى السهوله. درجة الحرارة بتطلع معاكي الدهون في منتهى السهولة. بصي سودا ازاي، بتنزلي عليها بالسلكة كده بحبة صابون. بصي ركزي كده هتلاقيها طلعت معاكي في منتهى السهولة. بتعملي العيون دي كلها بنفس الطريقة. تمام. طبعا بتكون هنا الدهون، المذيب الدهون يعني ايه، دوب الدهون كده، اللي هو السايب العادي، مش معلب ولا حاجه. بتبداي بحته سلكه، بصي بيطلع معاكي بمنتهى السهوله. بتدعكي، بصي بيطلع معاكي في منتهى السهوله من غير هري ومن غير بصي كده. بعد ما تخلصي دعك، بتمسكي بقى ليفه وشويه صابون حلوين عشان تلمعي الايه، الاستانلس بتاعه. بصي نضف معاكي في منتهى السهوله اهو. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بصوا نضف وبقى زي الفل. بصوا النتيجه. السلام عليكم.